سحب خنجرا بسرعة وأدخله بدقة في حذائه، ثم أخرج خنجرين آخرين بسرعة وثبتهما في الصخر الطري. بذل الرجل كل ما في وسعه مستخدما يديه وقدميه وهو يكافح للصعود إلى الأعلى، يائسا من الهروب من هذا الموقف الخطر. لكن لسوء الحظ، وبعد أن صعد مسافة 2.5 متر فقط، انكسر أحد الخناجر الهشة بصدع مفاجئ، ولحسن الحظ علقت مظلته في غصن شجرة أعلاه. لكن قبل أن يلتقط أنفاسه، بدأ الغصن الميت بالانكسار ببطء. استدار الرجل بسرعة ولف حبال المظلة معا، وأخرج خنجره بجنون ليقطع الحبال. وأخيرا، وقبل أن ينكسر الغصن بلحظة، نجح في قطع الحبال. نجى الرجل بصعوبة، متفاديا الغصن الساقط في اللحظة الأخيرة. في تلك اللحظة كان يقف بقدمه اليسرى على صخرة عارية، ويداه تتشبثان بجدار الجرف. وبينما كان على وشك فقدان الأمل، رأى فجأة عنزة تلعق الصخرة فوق رأسه. أحيا هذا المنظر بصيصا من الأمل في قلبه. دون تردد قرر أن يقلد العنزة. وضع يديه بين جدران الجرف، وتحته هاوية شاهقة تجعله يقشعر. خطأ واحد فقط كان كفيلا بموته، لكنه لم يكن يملك خيارا آخر. شد على أسنانه وقلد حركات العنزة، مستخدما يديه وقدميه ليتسلق بحذر نحو الأعلى. وبعد صعود شاق، وصل أخيرا إلى حافة بارزة. لكن قبل أن يتمكن من التقاط أنفاسه، انهارت الصخرة تحت قدميه، وانهمر الحصى إلى الأسفل. في تلك اللحظة صعد الرجل بجنون. كان توقيته مثاليا، فقفز إلى الأعلى مثل العنزة، ممسكا بحافة الجرف فوقه. في هذه المرحلة كان الرجل منهكا تماما، ويجد صعوبة شديدة في سحب نفسه. وفجأة ظهرت عنزة فوقه كالشبح، تنظر إليه بنظرات شرسة. شمت العنزة حوله، وأدركت أنه ليس من جنسها، فنطحته بقرنيها. ولحسن الحظ تمكن الرجل من الإمساك بالحافة بيده الأخرى. واصل تسلقه بيأس، مدفوعا بالعزيمة الخالصة. لكن العنزة هاجمته مرة أخرى. أمسك الرجل بقرنيها، وحين شعرت بالخطر ارتبكت العنزة وتراجعت إلى الخلف. وبسبب هذا التراجع سحبته العنزة معها حتى وصل إلى حافة الجرف. انهار على الأرض يلهث من التعب. رفع يده ببطء وراح يربت بلطف على العنزة التي أنقذت حياته للتو، وعيناه ممتلئتان بالارتياح والامتنان.